وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ هانت خلاص الامتحان بكره. عايزك كده تشد حيلك، لو في حاجه ما قريتهاش، حاجه ما خلصتهاش، حاجه في الفيديو ما سمعتهاش، اسمعها بعد اذنك الفيديوهين معاك، وان شاء الله ربنا هيكرمك. بص بقى، اهم حاجه ان احنا بكره في الامتحان باذن الله ازاي نعرف نتعامل مع ورقه الامتحان بذكاء. النهارده انا هحل معاك امتحان كاننا في اللجنه، وهقول لك ازاي تتصرف في السؤال مش عارفه ولا حاجه. بس خد بالك بقى من حاجه، عشان تحل الامتحان صح، اولا احنا هنمشي بترتيب الاسئله زي ما هي. لو حد فيكم عنده مشكله في القطعه بتاخد منه وقت، خلي القطعتين في الاخر، وان كنت انا افضل انك تمشي بالترتيب عادي. دي حاجه. وارد يقابلك سؤال انت مش عارفه، اوعى تقف تفكر فيه كتير، هتعلم على السؤال دايره كده، وبعد ما تخلص خالص كل الاسئله اللي انت عارفها ترجع بقى بهدوء تمسك الامتحان، تمسك الاسئله اللي انت مش عارفها، ونبدا بقى نشتغل بمهاره الاستبعاد والكلام ده. طيب تعالى كده، انت بص كده عليا وافتكر كويس قوي انا هعمل ايه النهارده باذن الله كده وانت قاعد في اللجنه. وبعد ما اخلص عايزك انت كمان، في عندك 3 امتحانات هنحل مع بعض امتحان، عايزك تعمل لنفسك تايم، حط لنفسك ساعتين. الامتحان 3 ساعات، انا عايزك تحط ساعتين لنفسك وتمسك ورقه الامتحان. انت عندك هنا ال3 امتحانات، هتمسك امتحان وتمشي زي ما انا هعمل بالظبط كده، وتشوف الوقت هنا هتعمل فيه ايه. بص هنعمل ايه. طبعا هنبدا الاول في الامتحان بتسمي الله، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. اول حاجه، دايما يبقى عندك ذكاء، ما تقفش عند كلمه انت مش عارفها. يعني لو في كلمه مش عارفها، يا تحاول تخمنها يا تحاول تستنتجها. طيب تعالى كده نبص في ورقه الامتحان، ويا ريت تبقى الامتحان معاك قدامك مفتوح. عندك في اول امتحان في ملزمه ال3 امتحانات. يلا تعالى كده نبص على الاسئله. طيب يلا كده نسمي الله، تعالى كده نبدا الاول. اول حاجه هتقابلنا ال11 جمله تشوز، اللي كل جمله عليها درجه. بيقول لك هنا ايه؟ Number 1 is the most important, interesting, or enjoyable part of something such as a holiday, performance, or sports competition. قريت الجمله، ابدا تشوف بقى هتفهم ايه. بيقول لك هنا هي اهم واكتر جزء ممتع في شيء ما، زي الاجازات. هنا اجازات، بيرفورمانس اور سبورتس كومبيتيشن، المسابقات الرياضيه هي اهم الحاجات اللي موجوده، اهم الاجزاء اللي موجوده في الاجازات او المسابقات الرياضيه. ايه دي بقى؟ كاندل لايت، هايلايت، هيريتج، سبوت لايت. انا في المنهج واخد كلمه هايلايت حدث بارز، وهيريتج تراث. طب هنا بيقول لك ايه؟ اهم الاشياء سواء في اجازه او كذا، يبقى اكيد ديت الهايلايت الحدث البارز. 2 they often procrastinate when it comes paying money. بيقول لك هنا في الغالب they often procrastinate، في الغالب بيسوفوا بيمطلوا when it comes paying money، لما بيجي في وقت دفع الفلوس. the synonym of procrastinate in the sentence is. ايه مرادف كلمة procrastinate اللي هي معناها يماطل او يؤجل؟ put away، put on، put off، put up. ما عرفتهاش، هقوم معلم عليها دايره كده واخش على اللي بعدها. يبقى انا هعمل كده، ما اعطلش نفسي كتير، انا بحل الاول كل اللي انا عارفه. طبعا هنا هي كلمه procrastinate دي معناها يؤجل، وهنا هتلاقيها عندك في السينونيم وعكسها، او هنا اللي بيساويها كلمه put off يؤجل برضه. 3 بيقول لك هنا to get good marks you have to conquer your fear. بص على الجمله دي كويس قوي. بيقول لك لكي تحصل على درجات عاليه يجب ان تقهر خوفك. of the exam. In the sentence conquer is the antonym of. في الجمله دي كلمه يقهر عكسها ايه؟ طب defeat يهزم، واوفركم يتغلب على، وبيت برضو يهزم. طب هي كلمه هنا معناها يقهر وعايز عكسها. طب ما يقهر، يهزم، يتغلب على، يهزم، كلهم بيسووها. هختار كلمه succeed ينجح، مع مراعاه ان المفروض ان سكسيد مش صح 100%، لكن ده حصل قبل كده. يجيب لك جمله فيها 3 اختيارات ما ينفعوش عشان توصل انت في المعنى. طبعا هنا مش هقول ينجح في خوفه، لا، هو ينجح في التغلب على خوفه. فانا هنا دول ما نفعوش، استبعدتهم. ساعات ده بيحصل، انا متعمد احط لك حاجات زي كده. طيب يعني لو جالي جمله هستبعد، اشوف الاول دي لا دي لا دي لا لحد ما اوصل الاجابه. 4
time for fun so that you don't get bored with your study. وقت for fun علشان ما تبقاش مرهق في دراستك. do time, feel time, make time, experience time. جملة زي كده. طب هشوف بقى. feel اشعر بالوقت للفن لا. experience خبرة لا. يبقى do time او make time. هقول له ايه؟ خلي وقت للفن. هختار هنا مع كلمة تايم انا بستخدم الاقرب، بقولها ميك تايم، اعمل وقت الكذا. طيب 4. طب لو ما عرفتهاش برضو كنت هسيبها واكمل للاخر. نيجي عندنا رقم 5. بيقول لك احمد زويل made great space to science in the field of chemistry. احمد زويل قدم حاجة للعلوم في مجال الكيمياء. contractions, importance, participation, contributions. ها يبقى هو قدم ايه؟ انا حافظ كلمة اسهامات، يبقى هنا contributions. Number 6. Do you think that using mind maps is one of the best study? هل تعتقد ان استخدام الخرائط الذهنية واحدة من افضل study ايه؟ sessions جلسات المذاكرة، ولا links روابط، ولا orders اوامر، ولا techniques تقنية واساليب؟ يبقى اكيد هنا المايند ماب دي من افضل طرق، يبقى هنا تكنيكس. نمبر 7. بيقول لك هنا the hostess that we should fasten. بيقول لك هنا النقط هنا بعد the hostess that we should fasten the seat belt before the plane take off. المضيفة حاجة ان احنا لازم نربط حزام الامان قبل ما الطائرة تقلع. المضيفة ايه؟ annoyed ولا pronounced ولا supported ولا announced؟ انا حافظ كلمه announce يعني allowance يعلن، يبقى هنا المضيفه اعلنت ان احنا يجب ان احنا نربط حزام الامان announce. Number 8. health and education were the space issue in the government's agenda. بيقول لك هنا الصحه والتعليم كانوا قضيه حاجه في الجدول اعمال الحكومه. كانوا ايه؟ the legend اسطوره، dominate، relevance، مالتي ناشونال. لو انا حافظ هبقى عارف ان الصحه والتعليم كانوا هم القضيه المسيطره او المهيمنه اللي هي كلمه دومينيت. نمبر 9. in all the ups and downs of his life. ايه ups and downs دي؟ مش عارف، انا هحل معاك كاني في اللجنه. في كل حاجه في حياته he never lost sense of. عمره ما فقد sense of. روح ايه؟ smell الشم، sad الحزن، common عام او شائع، ولا هي اللي هي روح الفكاهه؟ اكيد دي، حتى لو انا نسيتها فالتلاته الباقيين ما ينفعوش. طيب في عندك نمبر 10 بيقول لك هنا ايه في 10؟ ادي هنا نمبر 10 بيقول لك الاتي. قال لك هنا we are waiting to have our new washing machine done installed treated bought. بيقول لك احنا منتظرين ان احنا نعمل ايه؟ نركب الغساله. طب هنا نركب هنا يركب يثبت، تبقى ايه؟ انستال. دي كلها في الكلمات. 11. which of the following is punctuated correctly. ايه من الاتي صحيح من ناحيه علامات الترقيم؟ قلنا السؤال ده لما يجي في الامتحان بنحاول نستبعد الاول. اول واحده I'm visiting you tonight my friend said quotation marks full stop. ولا رقم بي I'm visiting you tonight my friend said. رقم سي I'm visiting you tonight my friend said. رقم دي I'm visiting you tonight وعندك هنا quotation mark my friend said. نبدأ بقى نشوف اللي ما ينفعش. الأول صاحبي قال، يبقى لازم يبقى هنا ده كلام مباشر يبقى فيه quotation marks. طب رقم ايه؟ فيها كوما، يبقى دي ما تنفعش. طيب قال لك هنا بعد كده ايه؟ I'm visiting you tonight. رقم دي I am visiting. هنا ما فيش ايه؟ كوما، يبقى دي ما تنفعش. هيتبقى عندك بي وهيتبقى عندك سي. بيقول لك هنا ايه؟ I'm visiting you tonight my friend said. I'm visiting you tonight كوما. احنا قلنا لازم يبقى في كوما جوه الكوتيشن ماركس، يبقى رقم بي غلط، يبقى رقم سي هي اللي صح. طيب ده كده اول 11 جمله. وقفت مع الجمله ولا حاجه بتسيبها. نيجي القطع هنعمل بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها.
حضرتك في القطع زي ما اتفقنا احنا بنقرا القطعه كلها مره واحده، لو في كلمه مش عارفها ولا كاني شايفها. يعني هنا بيقول لك ايه؟ octopus are extremely intelligent. octopus are هنا extremely intelligent. ايه الكلمه الاولى دي؟ ساعات يجيب لك قطعه انت مش فاهمها، يجيب لك قطعه بتتكلم على كلمه واحده وما تفهمهاش كلها. هي دي معناها octopus اللي هو الاخطبوط، بس لو انا مش عارفها هكمل. are extremely intelligent بتكون حقا اذكياء. they have even learned a few tricks to get them out of sticky situation. بنقرا الجمله كلها. هم بيتعلموا تريكس، مهارات قليله علشان get them out of sticky situation. بيتعلموا مهارات علشان حاجه من مواقف، يبقى اكيد علشان ايه؟ get out يهربوا من المواقف اللي هي ايه؟ هقولها الخطيره. ما انا هنا مش ترجم لك حرفيا. For example, they are afraid of predators. بيقول لك هنا لان هم على سبيل المثال هم بيخافوا من الكلمه دي، اكيد دي حيوان. هي دي معناها مفترسات بس انا مش عارفها، اكيد دي سمكه معينه، حاجه معينه بتخوفهم. As octopuses don't have teeth or sharp claws to defend themselves. They hide themselves in the sand on the bottom of the ocean floor. قال لك لان الاخطبوط ده ما عندوش لا اسنان حاده ولا البتاعه ديت لكي يدافع عن نفسه. اكيد ما عندوش اسنان، هنا بقى هتقولها ايه؟ هي معناها مخالب بس انا مش عارفها. ما عندوش اسنان. They hide themselves in the sand on the bottom of the ocean floor. بتخبي نفسها كمان في الرمله في قاع المحيط. Do you want to know how they do that؟ عايز تعرف ازاي بيعملوا ده؟ Well, the octopus is like a chameleon because it can change the color of its skin to match the sand. الاقتباس اللي هو الاخطبوط ده يشبه الكاميلون. ايه البتاعه دي؟ because it can change لانها بتغير لونها its skin عشان تتماشى مع الارض. هي ايه اللي بتغير لونها دي؟ الحربايه. لو انا مش عارفها انا عارف هي شبه يبقى هنا الاخطبوط ده شبه الحيوان ده اللي بيغير لونه. نكمل. This color change happens in less than a minute. تغيير اللون ده بيحدث في اقل من دقيقه. بيقول لك هنا some like to stay in more shallow water where there are rocks and coral. بعض الاخطبوطات دي يا جماعه بتحب انها تقعد في المياه الضحله. المياه الضحله او انت مش عارفها where there are rocks حيثما يوجد صخور coral. ايه كورال دي؟ مش عارف خلاص ولا كانك شايفها، هي معناها الشعاب المرجانيه بس هنا حيثما يوجد صخور. However, octopus can squeeze themselves into small spaces between the rocks to get out of reach of predators. بيقول لك الاخطبوط ده ممكن هو squeeze himself into small space، حاجه نفسها في اماكن صغيره between rocks ما بين الصخور علشان ما تبعد عن البتاعه دي. يبقى اكيد بتخبي نفسها. هي معناها سكويز يعني يعصر، بس انا هنا مش هقولها كده، هقول بتخبي نفسها، بتخش هنا بتضم نفسها عشان تخش اماكن صغيره. Another way an octopus can hide is by shooting ink. طريقه اخرى الاخطبوط فيها بيختبئ ان هو بيطلق ink الحبر. An octopus uses a part of its body called siphon to shoot ink into the water. بيقول لك الاخطبوط بيستخدم جزء من جسمه يسمى معرفش ايه كده عشان يطلق الحبر في الميه. الكلمه دي ما تفرقش معايا، هي ما دي معناها هنا اللي هي يعني زي تقول ايه مخالب فيها امتصاص، او هي المخارج اللي بيطلع منها الحبر، بس انا مش عارفها ولا كاني شايفها. بيقول لك the ink forms a cloud that hides octopus. It's like a magician doing a vanishing act. بيقول لك هنا الحبر ده بيشكل سحابه بتخبي الاخطبوط ده. يبدو وكانه ساحر بيعمل عمل ايه؟ vanishing، مش عارفها يعني بيخفي حد. if an octopus is being attacked لو الاخطبوط ده اتهاجم it can actually make itself look like a venomous sea snake. بيقول لك هنا لو الاخطبوط ده تم هجومه هو بالفعل بيخلي نفسه شبه التعبان البحري. طب الكلمه اللي قبلها دي فينوم يعني سم،
دي معناها سام، مش عارف، مش مشكله. it will bury itself in the sand. بتدفن نفسها في الرمله، في الرمله. keeping two arms visible. وبتخلي اتنين من ايديها visible، الاذرع بتاعتها مرئيه. it will change the color of those arms to match a sea snake. بيقول لك هنا هتغير اللون بتاع الاذرع ديت علشان تبقى شبه سمكه البحر. if an octopus is in trouble it can break off one of its arms. بيقول لك لو الاخطبوط دوت في مشكله it can break off one of its arms، حاجه واحد من ايديه. يعني ايه؟ اكمل. the arm will then change colors and squirm around water to distract the predator while octopus swims away to safety. بيقول لك هنا لما الاخطبوط بيبقى في مشكله، انا بتعامل كاني زيك بالظبط في اللجنه. هنا بقف عند الكلمه بعطل نفسي، لا انا مش عارف اقرا الكلمه دي، لا انا مش عارف معنى الكلمه دي، لا السطر ده وقع مني، انا كاني مكانك اهو. احنا بنقراها الاول مره واحده. يقول لك هنا لو الاخطبوط دوت في مشكله، حاجه ايده، والايد دي بعد كده بتغير لونها وبتقدر تخفيه عن ديستراكت، شتت اللي هم عندك، اللي هم مين؟ المفترسين دول. while the swim away to safety، وهو يجري على مكان سيفتي، طريق فيه امان. don't worry though the octopus arm will grow back. ما تقلقش، ايده هتنمو تاني. يبقى فوق هنا كان بيتكلم ان هو بيقطع ايده. طب انا كده جيت في الاخر خالص فهمت ان ليه ايد وحاجات زي كده، يبقى انا حتى لو مش عارف معنى الكلمه دي، بس انا عرفت في الاخر ان هي سمكه وليها ايدين والكلام ده. بعد ما قريتها كلها كده مره واحده، حتى لو مش عارف فيها كلمات، ترجع بقى بهدوء، لازم تقف دقيقه تقولها تاني لنفسك، لانك هجاوب على الكلام ده. هتعمل كده، عينك في الورقه كده، ما بهدوء بقى. بتقول هنا الاخطبوط ده ذكي جدا، وهو هنا بيتعلم بعض التريكات علشان يقدر يحمي نفسه في بعض المواقف الخطره. على سبيل المثال هو بيخاف من البتاعه ديت اللي هي المفترسات، حيوانات اخرى يعني. والاخطبوط ما عندوش لا اسنان حاده ولا عشان يدافع عن نفسه، بيخبي نفسه في الرمال في قاع المحيط. عارف تعرف ازاي بيعمل كده؟ الاخطبوط شبه الحربايه او شبه البتاعه ديت اللي بتغير الوان جلدها عشان تتماشى مع او تبقى شبه الرمال. واللون ده بيتغير، هنا اللون لما بيتغير ده بيحدث في اقل من دقيقه. بعض اي اخطبوط يعني بيحب ان هو يقعد في الميه الضحله اللي فيها صخور. الكوره دي مش عارفها سبق ما، ولا كاني شايفها. ومع ذلك بيقدر ان هو كمان هنا يخبي نفسه ما بين الصخور علشان ما تقدرش المفترسات دي توصل له. انا بطلع ايه اللي انا عارفه. طريقه اخرى للاخطبوط ان هو بيخبي نفسه، اللي هو بيطلع حبر. والاخطبوط ده بيستخدم جزء من جسمه علشان يطلق الحبر ده في الميه، والحبر ده بيشكل سحابه بتخبي الاخطبوط، وهو يشبه الساحر اللي بيعمل عمليه اخفاء. ولو الاخطبوط ده اتهاجم بالفعل هنا بيخلي نفسه شبه تعبان البحر، وهيدفن نفسه في الرمال، ويحافظ على 2 من دراعاته مرئيين، وبيغير اللون بتاع دراعاته ديت عشان تبقى شبه سمكة البحر او تعبان البحر اسف. ولو الاخطبوط ده في مشاكل بيقطع دراعه وبيغير لونه علشان يشتت المفترس بتاعه، وبعد كده بيقوم هو الحتة في امان. بيقول لك ما تقلقش، ايده بترجع تاني. خدت دقيقة دقيقتين، يبقى انا هقرا القطعة مرة هتاخد مني مثلا ربع ساعة، وهقولها في دقيقتين كمان. تعمل كده، تقراها مرة واحدة، ما توقفش حتى لو مش عارف فيها كلمات كتيرة. نيجي بعد كده نبدأ نحل. بيقول لك هنا ايه؟ ادي الاسئله بناء بقى على اللي احنا قلناه في الجزء الاولاني اللي هي الدقيقه اللي احنا وقفنا عندها. بيقول لك هنا اذا an animal that attacks and kills octopus. بيقول لك هو حيوان بيهاجم ويقتل الاخطبوط، prey ولا predator ولا chameleon ولا magician. احنا قلنا فوق ان هو بيخاف من الحيوان ده حتى لو انا مش عارف معناه، المفترسات. when an octopus is in a sticky situation، لما الاخطبوط بيبقى في موقف sticky، that means دي معناها ايه؟ هو فوق قال لك هنا بيغير جلده بيعمل كذا، بيبقى ده معناه ان هو ايه؟ it's easy سهل، dangerous خطير، covered in stick
ولا unable to move؟ اكيد بيبقى في موقف خطير، يبقى هنا dangerous. 14 based on the passage which of the following best describe why an octopus shoots ink when in danger؟ بناء على القطعه ايه افضل وصف ليه الاخطبوط بيطلق الحبر دوت لما بيكون في خطر؟ to give itself time to swim away، عشان يدي نفسه وقت يقوم بعيد، ما تستعجلش، ما تحلش غير لما تقرا الاربعه. to scare potential predators، علشان يخيف المفترسات المحتمله. to create a distraction so it can hide itself، عشان يعمل تشتيت فيخبي نفسه. to temporarily blind the predator، عشان هنا بشكل مؤقت يعمي المفترس ده. طبعا هو فوق كان بيقول لك ايه؟ قال لك فوق الاتي، هو عمل ده بص كده to distract، عشان يشتت المفترس. يبقى هنا الاجابه هتبقى كالاتي، هتبقى هنا رقم سي. 15 بيقول لك the author states that octopus change color to match their surrounding. What can the reader infer and the advantage of this ability؟ ايه بقى السؤال ده؟ اخد اللي انا عارفه. بيقول لك الكاتب حاجه ان الاخطبوط بيغير لونه عشان يتماشى مع البيئه اللي حواليه. ماذا يستطيع القارئ انفر؟ ما تنساش الكلمه دي بتتكرر كتير، انه يستنتج is advantage of ability، ميزه في هذه القدره. يعني المؤلف بص بقى انا هعمل ايه؟ في حاجات مش عارفها اهو. المؤلف انا بعمل زيك بالظبط، كاني قابلني كلمه مش عارف اقولها، مش عارف معناها. المؤلف بيقول ان الاخطبوط ده بيغير لونه علشان يتماشى مع البيئه. القارئ يستنتج ايه؟ يستنتج ايه؟ ايه ميزه القدره دي بقى؟ هقول لك هنا it allows them to attract more prey، بتسمح له ان هو يجذب فرائس اكتر. it helps them communicate with other octopuses، بيقول لك هنا بتساعده يتواصل مع اخطبوط اخر. it enables them to hide from predators، بيقول لك هنا بتمكنها ان هي تستخبى من المفترسات. it helps them find a mate، بتساعده على ايجاد زميل. هو فوق يا جماعه القدره دي كانت بتساعده على انه ايه؟ على انه هنا يقدر انه هو يستخبى من اللي هيفترسه، يبقى الاجابه رقم سي. طيب في عندك هنا 16، قلنا هنا 15، عندك هنا نيجي بقى عند 16 هنا بتقول لك ايه؟ بص معايا كده 16 بيقول لك based on the examples in the passage what broader conclusion can the reader draw about the octopus؟ بناء على الامثله اللي في القطعه ايه broader دي مش عارفها، conclusion عارفها خاتمه او استنتاج، can the reader draw about؟ طيب بناء على الامثله اللي في القطعه ايه اللي الخاتمه او الاستنتاج اللي القارئ ممكن يعرفه عن الاخطبوط؟ انا في كلام مش عارف اهو. هقول لك هنا they have developed the clever defense to avoid predation، بيقول لك هنا هم طوروا طرق دفاع ذكيه لتجنب اللي هو عندك الايه؟ الافتراس. they are highly aggressive، هي عدوانيه anti-territorial ومتوحشه. they struggle to survive in shallow water environment، بتكافح عشان تعيش في المياه الضحله. they have physical attributes superior to most ocean predators. ايه السطر ده؟ مش عارفه ولكن شايفه. لكن هنا نقدر نستنتج او هنا نستنتج من القطعه دي، من امثله في القطعه، ان الاخطبوط ايه يا جماعه؟ هنا قدر ان هو يطور طرق دفاع. 17 the passage indicate several octopus are well regenerate. What conclusion can be drawn؟ بيقول لك القطعه بتحدد ان الاخطبوط ده سوف هنا ارم ويل جنريت دي يعني يولد، يبقى ايده هتطلع تاني. وات كونكلوجن كان بي درون؟ ايه الاستنتاج من ده؟ نشوف كده، انا باخد الكلام اهو. اوكس كانت فيل بين ان ذا ار، ما بتشعرش بالالم في ايديها. بيقول لك هنا هاف هيلينج ابيليتيز، لديها قدره على العلاج. هيلينج دي في المنهج، احنا متفقين القطعه في الاساس وفي الاخر بيبقى اللعب على المنهج. ولا ارم اوبريت، وهي طبعا بيقدر يعالج. يبقى انا هنا بقرا القطعه كلها،
تاني حاجه بقولها دقيقتين، بعد كده ابدا احل بقى. Based on the passage what might be an alternate title instead of octopus are extremely intelligent. بناء على القطعه ايه العنوان البديل بدلا من الاخطبوط حيوان ذكي؟ ايه العنوان البديل؟ How octopus change color، ازاي بيغير لونه. The remarkable defenses of octopus، اللي هو اساليب الدفاع الرائعه للاخطبوط. Why octopus shot link، ليه بيطلق الحبر. The hunting habits، عادات الصيد بتاعته. ايه العنوان اللي ينفع تاني؟ اللي هو اساليب الدفاع بتاعته، ودايما السؤال ده بيجي عنوان. Which aspect of an octopus defenses does the passage suggest in most unusual؟ بيقول لك هنا ايه الملمح الملمح في، او ايه هنا الملمح في اساليب دفاع الاخطبوط اللي القطعه تقترح ان هي غير عاديه. يعني هنا من الاخر القطعه بتقول لك ايه هي اساليب الدفاع الانيوجوال غير عاديه. انا باخد السؤال اهو حتى لو مش فاهم كلمه. شوتينج انك اللي هي بتاعت الحبر، اطلاق الحبر. changing color، تغيير اللون. detaching an arm، اللي هو هنا فصل ذراع او قطع ذراع. ممكن اسيسني، ان هو يقلد تعبان البحر. وبقول لك هنا اساليب الدفاع بتاعته في القطعه ايه الاسلوب الغير عادي؟ اكيد الاسلوب الغير عادي ان هو كان بيعرف يقلد تعبان البحر. طيب تعالى كده بقى، احنا عندنا هنا ده الاول كده، عندك هنا الجزء الخاص بالقطعه دي. نيجي عند القطعه الثانيه، خد بالك دايما بيبقى في قطعه فيها كلمات غلسه وقطعه فيها كلمات سهله. القطعه اللي فيها كلمات غلسه ما تخضش منها، ممكن تبقى اجابتها سهله والعكس صحيح. وعايزك هتعمل لي كده تايم، هتمسك الامتحانين. انا كنت عايز احل معاك امتحان، هحل معاك امتحان عشان عايزك تمسك الامتحانين. بعد ما تخلص خالص حط قدامك كده ساعه ساعتين وامسك الامتحان حله. وبعدها اخر حاجه الامتحان اللي بعده هتحل الامتحانين الباقيين، ولو في حاجه مش عارفها تبعتها، لان انا مش عايز احلهم معاك، انا عايزك انت اللي تحل بايدك. تحل بايدك تختم بقى كده. انا بوريك الوقت اهو امتحان، وانت بقى الباقيين معاك الموديل انسر، وتقيم نفسك وما تسيبش حاجه فاضيه. تعال نبص على القطعه الثانيه. بيقول لك it was just before bedtime Sally was reading a hair-raising ghost story. قريت الجمله؟ بيقول لك ده كان قبل وقت النوم، وسالي كانت بتقرا hair-raising ghost story. ghost دي يعني شبح ولا عفريت، ستوري قصه. كان قبل وقت النوم وسالي كانت بتقرا قصه اشباح. طب وهير ريزنج متفقين. She loved the excitement of scaring herself before a good night's sleep. هي بتحب انها ترعب نفسها، الاثاره في انها ترعب نفسها قبل ما تروح تنام. She was reading the story halfway when she suddenly heard the silky opening of her front door. كانت بتقرا القصه وفي نص الطريق كده فجأة سمعت مش عارف ايه كده opening of her front door. سمعت الباب الامامي بيفتح. هي الكلمة دي معناها صرير، صوت يعني، بس انا مش عارفها. سمعت صوت الباب بيتفتح. She was surprised by the scary sound. اندهشت من الصوت المرعب ده. She felt something was wrong. حست ان في حاجة غلط. Sally gently pushed the wall blanket aside and slowly crept out of her bed. Sally gently pushed the wall blanket aside. طب سالي بوش دفعت بلانكت دي بطانية، وسلولي بوت كريبت اوت اوف هير بيد، حاجة سريرها. يبقى أكيد هنا شالت البطانية وقامت من على السرير. أخدتها كده كلها هي. She walked down the stairs. She walked down، نزلت على السلالم. Even her very own footsteps on the creaky stairs scared her. حتى خطوات رجليها كريك ستيرز سكيرد هير. حتى خطوات رجليها ارعبتها وهي نازله على السلم. She heard the soft sound of footsteps in the kitchen and she stopped to listen. سمعت بقى صوت الخطوات الاقدام دي فين؟ في المطبخ. ووقفت تسمع في ايه؟ It was surely a ghost from the past. Since everyone she knows in her beds fast asleep at this hour. طبعا هنا اكيد ده بالنسبه لها الشبح، شبح جالها من الماضي. طبعا شبح الجميع في التوقيت ده كانوا نايمين في سرايرهم.
The darkness also frightened her. الضلمة كمان خوفتها. But she wanted to find out what was making the strange noise. بس برضه كانت عايزة تعرف ايه اللي بيعمل الضوضاء الغريبة دي. She turned to enter the kitchen where the noise seemed to be coming. راحت بقى دخلت المطبخ اللي جاي منه الضوضاء. Suddenly she walked right into a dark figure. فجأة كده اصطدمت بدارك فيجر. فيجر دي معناها شخصية أو شيء مظلم. The dark figure stretched out a hand and quickly turned on the bright kitchen lights. بيقول لك الدارك فيجر دوت stretched out a hand ايد and quickly turned on وبسرعة فتح the bright kitchen light النور. يعني الفيجر دوت الشكل الغريب ده بدي ايده وتشغل النور. انا هخمنها كده. It was Sally's elder brother Ken. طلع في الاخر مين؟ اخوها اللي اسمه كان. He couldn't help laughing at poor Sally. ما قدرش يمنع نفسه من الضحك على سالي المسكينة. He had gone out late that night with his friends and had just returned home. خرج بقى باليوم ده بالليل مع اصحابه ورجع البيت. Sally felt silly to have thought it was ghost. فالي شعرت سالي بان هي بالحماقة ان هي افتكرت ان هو عفريت. She had a good laugh too. وضحكت هي كمان. قريتها. شوف سهلة ازاي. لازم تقف تقولها لنفسك زي ما اتفقنا لمدة دقيقة وترجع تحل. اول سؤال بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا في اول سؤال What does the underlined word. طبعا احنا معانا موديل انسر الحاجات ده يا جماعه، بس انا عايزك هنا لما تيجي تقعد تحل. انا هحل معاك الامتحان ده ووريك تفصيليا. الامتحانين التانيين هتقعد انت تمسك ورقه الامتحان وتعمل اللي انا قلت عليه بالظبط وتحل، وبعد ما تخلص تبص على الموديل انسر. لقيت في حاجه مش فاهمها جت منين تبعت للدعم العلمي. بيقول لك هنا ايه؟ اول سؤال who does the underlined phrase the dark figure refer to. العباره اللي تحتها خط اللي هي dark figure refer to كانت بتشير لمين؟ سالي ولا ذا جوست ولا سالي's براذر ولا ذا سترينج نويز؟ طبعا هنا كانت بتشير الى اخوها. Why was Sally still awake reading close to bedtime. ليه كانت سالي ما زالت مستيقظه بتقرا قبل وقت النوم؟ She had a school project due the next day. عندها مشروع مدرسي تاني يوم. She was finishing cards she had procrastinated. كانت بتنهي معرفش ايه كده اجلته. She enjoyed reading ghost stories before sleeping. بتستمتع بقراية قصص الاشباح قبل النوم. She was waiting up for her parents to come home. مستنيه ابوهم او والدهم يرجعوا. طبعا انهي واحده الصح؟ اللي هي كانت بتستمتع بقراية الاشباح. 22 What first surprised and scared Sally. ايه اللي ادهش وارعب سالي في البدايه؟ A knock at the front door. خبط على الباب. Hearing the front door squeak open. سمعت الباب الامامي بيفتح. Noticing her bedroom window was open. لاحظت ان الشباك بتاع اوضه النوم كان مفتوح. Loud thunder and lightning. ايه thunder و lightning؟ مش عارف. هي thunder الرعد، lightning البرق، لكن هي كانت مرعوبه لما سمعت صوت الباب الامامي بيفتح. Why did Sally feel uneasy when walking down the stairs. ليه سالي شعرت uneasy؟ طب ايز دي سهل. طب uneasy دي يعني مش سهل وهي ماشيه على السلم، راح على السلم تقوم مش مجمع السؤال تقوم باص. هي ليه حست حاجه وهي نازله على السلم؟ هي طبعا كانت ايه؟ خايفه. The step were slippery. بيقول لك هنا الخطوات كانت slippery اللي هي مش عارف. هي معناها منزلقه بقى، هنا بتزحلق بس انا مش عارفها. تكمل. Her footsteps sounded scary in the quiet noise. خطوات رجلها كانت تبدو مرعبه فين؟ في البيت الهادي. ولا she thought she was a ghost on the stair. She saw. اعتقدت ان هي شافت. بقول لك هنا اعتقدت ان هي شافت ايه؟ شبح على السلم. The stairs were blocked with boxes. السلم كان مسدود بالصناديق. طبعا هي في الاول هي بقول لك هنا وهي نازله على السلم كانت خايفه. ليه؟ لان صوت رجليها خوفها. يبقى هنا رقم بي. Why did Sally enter the kitchen despite feeling scared. ليه سالي دخلت المطبخ بالرغم ان هي كانت بتشعر بالرعب؟ She wanted to confront her fears. كانت عايزه تواجه مخاوفها. She left homework supplied in there earlier.
هي سابت الهوم ورك سبلايز هناك في المطبخ. She was curious about the strange noises. كانت فضولية، عندها فضول تعرف الصوت الغريب. The back door was left wide open. الباب الخلفي كان مفتوح. طبعا هي دخلت المطبخ لأن كان عندها فضول، يبقى هنا رقم سي. في عندك كمان 25 بيقول لك هنا ايه؟ ادي هنا عندنا 25 بيقول لك الاتي: How did Sally unexpectedly encounter when she enters the kitchen؟ بيقول لك هنا ازاي سالي بشكل غير متوقع encounter when she enters the kitchen. How did Sally unexpectedly encounter؟ واجهت مين بشكل غير متوقع، شافت مين بشكل غير متوقع. المهم لما دخلت المطبخ، انا مش عارف الكلمه فحاول اخمنها. بيقول لك هنا a mouse chewing food، فار بيمضغ اكل. broken glass all over، ازاز مكسور. her older brother، اخوها الكبير. the family cat، قط العيله. طبعا هي شافت مين؟ انا هنا عندي اخوها حتى وانا مش عارف الكلمه. how did Ken react when he started Sally in the kitchen؟ startled. بيقول لك هنا ازاي كان ايه كان رد فعله لما هو ستارت ليد سالي ان ذا كيتشن. ايه الكلمه دي؟ اكيد لما شاف سالي في المطبخ تقولها كده. يعني انا هنا في الامتحان الذكاء ان ما بقفش عند كلمه، بطلع من اللي انا عارفه الجمله على قد ما اقدر. with irritation at her screaming loudly. مش عارف الجمله دي، هتبص على اللي بعدها. with amusement at frightening her. amusement يعني تسليه لإخافتها، ولا with concern over traumatizing her. with anger she was risking her safety. بغضب. طب الاختيارات دي غلسه، بس انا عارف هنا اخوها ده كان رد فعله لما شافها ان هو ضحك، كان بيتريق يعني، يبقى amusement تسليه عشان مخوفها، يبقى هختار بيه وانا عندي شك في الاجابه، بس دي اقرب حاجه بالنسبه لي. طيب 27 the passage suggests that Sally felt after realizing the ghost was actually her brother. بيقول لك القطعة بتقول إن سالي شعرت حاجة بعد ما أدركت إن الشبح ده كان أخوها. foolish، relieved، disappointed، betrayed. هو فوق قال لك سيلي سخيف، أكيد بتساويها foolish أحمق. طيب دي كده القطعتين. بعد ما ماشي احنا ماشيين بالترتيب، بس انت لو في سؤال واقف بتعلم عليه. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعده، هنخش على الاسئله ام درجتين. الجرامر بيقول لك هنا، لو انت بقى سامع الجرامر قبل ما تخش الامتحان باذن الله هتحل كويس. The hotel before the flats were built. الفندق حاجه قبل ما الشقق تبنى. لازم اترجم. هتقول هنا الفندق ايه؟ افتتح قبل ما الشقق تبنى. الكلام ده في انهي زمن؟ ماضي. اشوف ده انهي ماضي. افتتح الاول يبقى ده ماضي تام، بس هنا افتتح دي باسيف، يبقى هقول هنا has been opened ولا had been opened؟ had been opened. You answered many questions incorrectly. انت جاوبت اجابات اسئله كتير غلط. You know the teacher to explain the lesson to you again. انت حاجه المدرس يشرح لك الدرس تاني. shouldn't ask، لا يجب ان تسال. could ask، استطعت ان تسال. could have، كان من الممكن أن تسأل. should have، كان يجب أن تسأل. أنت جاوبت أسئلة كتير غلط. أنت حاجة المدرسة مدرس، يبقى أنت إيه؟ كان يجب إنك تسأل مدرسك. طب كان يجب دي هنا أنا بلومه على حاجة أهو في الماضي، فهنا بستخدم إيه؟ should have، لأن could have ما فيهاش لو هنا يعني قليلة، لكن هنا دي نصيحة. كان يجب كذا. 30 you can حاجة on a t-shirt in that shop. يمكنك انك حاجه التيشيرت ده في المحل. printing your name on، تطبع اسمك. have put your name، تضع اسمك. get your name printed، get printed your name. ايه ده؟ دي بتاعت have وجيت صح، بمعنى يجعل. ايوه افتكر الكوزاتيف. يمكنك ان تجعل، ما انا مش هقول هنا ايه تملك تضع، مش هقول هنا تحصل على اسمك يطبع، يبقى تجعل.
يبقى تجعل اسمك يطبع، تجعل get اسمك او have اسمك your name. طب your name ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، يبقى لازم تصريف ثالث، يبقى هتبقى get your name printed. 31 France is not European country. فرنسا هي دولة أوروبية، قلنا دي مع أو آن. لما تلاقي هنا الكلمة دي أو الكلمة بادئة بحرف اليو بقول مش آن، تبقى رقم إيه؟ رقم سي اللي هي A. في عندك بعد كده 32 بيقول لك هنا ايه، وباخد بالك من الجمل دي جدا عشان فيها درجات كتيره. The man who has been robbed is space furious now. بيقول لك الراجل اللي اتسرق غضبان الان. very slight completely quiet. furious دي غضبان. طب دي صفة. أنا عندي angry غضبان وعندي furious غضبان، بس مين فيهم بقى اللي هي very وسلايت؟ أفتكر هي دي تبع إيه؟ مش عارف، أقوم سايبها. هي دي تبع الصفات القوية والعادية، فأنا عندي الكلمة دي صفة قوية، يبقى هستخدم هنا كلمة very ولا slight ولا quiet ولا completely لأن very و quiet صفات عادية. ما هو لازم يجيب لك جملة مش أي حد يحلها. 33 by the end of next year قبل نهاية السنة the Ministry of Education وزارة التربية والتعليم new changes in most curricula تغيرات كتيرة في معظم المناهج. قبل السنة الجاية، أيوه في كلمة قبل السنة الجاية، يبقى ده مستقبل إيه؟ تام، يبقى لازم will have، يبقى الإجابة هنا will have أهي. 34 many tourists stay in Egypt was wonderful. who which المستر قال لي بالترجمة، يبقى سياح كتير إقامتهم في مصر. stay إقامتهم يعني دي فيها ملكية، يبقى هنستخدم whose. 35 the interviewer said that he would inform me the result of the interview. المحاور قال لي ان هم they would هيبلغونا بنتيجة المقابلة the week before last week next week. ايوه ده بتاع الدايركت والاندايركت. ابدا اشوف would يعني ده هنا اصلها will يعني ده مستقبل. طب لما يبقى مستقبل هستخدم ايه بقى؟ tomorrow ولا هنا next week ولا the following week؟ يبقى هنا the following week. طيب ده كده الجرامر. هتيجي بعد كده هتخش على الترجمه 8 درجات ان شاء الله مضمونين، بس محتاجين منك شويه تركيز. في عندك هنا الاتي، ادي الترجمه اهي. اول جمله بيقول لك هنا ايه؟ transplant surgeries offer patients the chance to recover from life threatening condition. اشوف اللي انا عارفه. transplant surgeries جراحات زراعه جراحات او هنا الجراحات اللي فيها زراعه offer patients مرضى the chance to recover from life threatening condition ان هم يتعافوا من ظروف threatening تهديد. مش yet نقراها كلها. yet هنا the availability of organs is limited and waiting lists can cause delays in treatment. احس ان فيها كلمات غريبه. تعال بص بقى، حتى لو لقيت الجمله كده بص هنعمل ايه؟ هنبدا نحل بنفس الطريقه. تتيح جراحات زراعه الاعضاء للمرضى فرصه للتعافي من الحالات التي تهدر الحياه. تتيح جراحات زراعه الاعضاء للمرضى فرصه للتعافي من الحالات التي تهدد الحياه. هي كلمه threaten في المنهج يهدد صح؟ يبقى تهدر تنفع؟ لا استبعدناها. هيتبقى بي سي دي. رقم سي تتيح جراحات زراعة الأعضاء للمرضى فرصة للتعافي من الحالات التي تهدد الحياة. ماشي. رقم دي تتيح جراحات زراعة الأعضاء للمرضى فرصة للتخلص من الحالات على قيد الحياة. هتخلص من الحالات على قيد الحياة؟ أكيد لا، يبقى رقم دي غلط. هيتبقى بي وسي. بيقول لك هنا ومع ذلك فإن توفر الأعضاء محدود ولذلك فإن توفر الأعداد في المتناول. هي كلمة ليميتد معناها إيه؟ معناها محدود. يبقى الإجابة هنا أنهي واحدة يا جماعة؟ هتبقى رقم بي سي غلط. يبقى احنا هنا شوفوا الجملة كانت غلسة إزاي، بس أنا قريتها وبدأت أمسك الاختيارات. طب اللي بعدها The house contains multiple objects that can cause injuries in children like burning stoves, sharp tools,
It's time for parents to be هنا to begin teaching the children how to stay safe at home. قريتها ابدا اشوف. لو انا ذكي في الحل في التعليق اخر السنه ممكن يبقى في كلام مش عارفها واعرف احل، انما الغبي اللي يسيب حاجه. يحتوي المنزل على اشياء عديده يمكن ان تتسبب الى اصابات الاطفال مثل الافران المشتعله. يمكن ان تنتسب. طيب رقم بي، يحتوي المنزل، ده رقم 37 بيقول لك هنا ايه؟ يحتوي المنزل على اشياء عديده يمكن ان تتسبب في اصابات الاطفال. هي كلمه كوز معناها ايه؟ تنتسب ولا تتسبب؟ تتسبب، يبقى رقم ايه غلط. رقم سي، يحتوي المنزل على اشياء عديده يمكن ان تتسبب في اصابات للاطفال مثل الافران المشتعله. رقم بي الافران العاليه. انا عندي كلمه burning، بيرن دي معناها يحرق، يبقى معناها اكيد هقول الافران المشتعله مش العاليه، يبقى بي غلط. هيبقى سي ودي. والادوات الحاده، حان الوقت للاباء ان يبداوا في تعليم اطفالهم كيفيه الحفاظ على امانيهم. حان الوقت بقى ان يبداوا في تعليم اطفالهم كيفيه الحفاظ على امانهم. هي كلمه سيف يعني ايه؟ امن، يبقى الاجابه هنا هتبقى رقم دي. بعد كده هنخش على الترجمه عربي. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا يمنحنا استكشاف الفضاء الفرصه لتوسيع فهمنا للكون. سيؤدي ذلك الى اكتشافات مذهله يمكن ان تحسن العلوم والتكنولوجيا والاتصالات. نبدا نشوف. Exploring space gives us the opportunity to expand our understanding of the universe. Exploring space gives us the opportunity to expand our understanding of the universe. بعد كده exploring space gives us the opportunity to expand our understanding of the universe. رقم دي exploring space gives us the opportunity to expand our understanding of universe. هو قال لك هنا ايه؟ توسع. انا عندي كلمه توسع في منهج expand، يبقى expand رقم دي غلط. يبقى كده يا A يا B يا C. اكمل. This will lead to amazing discoveries that can disprove technology, science and communication. This will lead to amazing discoveries that can improve. هو قال لك سيؤدي ذلك تحسين. هي كلمة يحسن يعني ايه؟ improve. يعني معنى كده ان كلمة disprove الاولى دي غلط، يبقى يا بي يا سي. قال لك هنا can improve technology, science and communication. طيب كده الاجابة يا بي يا سي. نبدأ نشوف. انا قريتهم في حاجة مش شايفها، يبقى كده في حاجة انا ما خدتش بالي، ارجع اكمل. اقولها تاني. exploring space gives us the opportunity to expand our understanding of universe. رقم سي exploring space gives us the opportunity to expand our understanding. مفيش اختلاف. this will lead to this will lead. ايوه اهي، شفت؟ رجعت شفتها تاني. هذا سوف يؤدي الى، احنا عارفين will بيجي وراها مصدر ويؤدي الى lead to، يبقى الاجابه رقم بي. 39 بيقول لك هنا ايه؟ ليس هناك جدوى من امتلاك المال إذا لم تكن في صحة جيدة، فالشخص الذي لديه صحة جيدة يمكن أن يستمتع بحياته على الوجه الأكمل، كما أنه يواجه مشكلة الحياة اليومية بسهولة. مشاكل الحياة اليومية. There is no point in having money if you don't have good health. There is no point in having money if you don't have good health. نشوف اللي بعدها. There is no point in having money if you don't have good healthy. هي صحة يعني ايه؟ health يعني تنفع healthy. رقم بي لا. رقم سي there is no point in having money if you don't have good health. رقم دي there is no point in having money if you don't have good health. نكمل كده. استبعدنا بي، هيبقى A C D. A person in good health can enjoy their life. طب رقم سي a person in good health can enjoy their life أو live. هي كلمة حياة أن يستمتعوا بحياتهم. حياة يعني إيه؟ life. يعني هنا كلمة live دي تنفع يعيش؟ لا. يبقى كده يا A يا D. A person in good health can enjoy their life to fullest.
and easily meet everyday problems. طيب وهنا every day وهنا every day. لعب معاك في الجرامر يا معلم، ساعات يلعب جرامر. احنا قلنا every day لو وراها اسم يبقى هنختار المتصلة، مفيش وراها اسم المنفصلة، فهنا جاي وراها كلمة problems مشاكل، يبقى الإجابة رقم إيه. هتيجي بقى بعد كده عند الأسئلة المقالية دي بقى بهدوء. أنت إن شاء الله الناس اللي متعودة معانا على الامتحان مش هياخد منك وقت كتير. تقرا السؤال كويس جدا، لو في كلمة مش عارفها وترتب إجابتك في دماغك عربي وتحولها إنجليزي. يعني هنا مثلا في القصة Why do you think Pep finally respected Joe more than London's gentleman؟ ليه تعتقد ان بيب في النهايه احترم جو اكتر من اللي كانوا في لندن؟ بص بقى ممكن اقولها ايه، ممكن انا بقسمها نقاط. هو ليه احترم جو؟ عشان جو ده كان طيب معاه، وجو لما كان مريض ساعده، وجو اللي دفع له كل ديونه. حلو، ابدا برتبها. هتقول هنا تقوم مرتب كده، هقول هنا رقم ايه، بي، سي، ولو في دي كمان ما تبخلش. هتقول اول حاجه ايه، because Joe was kind to him. رقم بي، لان جو ساعده عندما كان مريض، because Joe helped him when he was ill. رقم سي، لان جو دفع له كل ديونه، because Joe paid his debts. طب انا مش عارف دفع ديونه ديت، طب هقولها ازاي؟ لان جو ده انا عايز اقول دفع ديونه، مش عارف اقول ديونه. ساعده بمال، because Joe helped him with money to give، علشان يديله فلوس يديها للناس، to give people. طب ايه تاني؟ انا مكانك اهو، ما تبخلش في القصه. ليه اعتقد ان هم احسن من الناس هنا، احسن من بتوع لندن؟ تقعد ترتب بقى اجابه 2 3، ما تبخلش. طيب 41 what moral lesson comes from Miss Havisham's broken life؟ ايه الدرس الاخلاقي اللي اتعلمناه من حياتها اللي اتحطمت دي؟ ايه الدرس اللي اتعلمناه؟ انا مش عارف، ما المستر ما قاليش ايه الدرس اللي اتعلمناه من حياتها. لا يا حبيبي، دي اسمها كريتيكال ثينكينج، تفكير نقدي. اوعى تسيب حاجه فاضيه. انا من فهمي من قريت الاحداث، ايه الدرس اللي اتعلمناه من حياتها ديت؟ ان الحياه لا تقف على شخص محدد، ان ذات الحياه لايف لا تقف don't stop on a specific person. مش عارف اقولها. ايه الدرس الاخلاقي اللي جه من حياه مس هافشام؟ اتعلمت ايه؟ ان الشخص يجب ان ينسى ماضيه ويبدا حياه جديده. that person يجب ان ينسى، هنا يجب ان ينسى should forget his past ماضيه ويبدا حياه جديده and هنا and starts a new one. اتعلمنا ايه درس؟ تقعد ترتب كده وتقول الاجابه هنا لغه عربيه وتحولها انجلش. طيب اخر سؤال عندك ده بقى انا عايز 6 سطور، هنيجي بهدوء زي ما اتعلمنا. How science and scientists have changed our lives؟ ازاي العلم والعلماء غيروا حياتنا؟ عايز منك introductory paragraph، جمله هنا مقدمه. اول حاجه انا عارف هبدا بايه، ما اهميه العلم. اهي هتقوم سايب مسافه وهبدا اهو what is the importance بدات بسؤال of science. ادي حاجه. ينفع تقول انت حاجه تانية، how science and scientists have changed our life؟ ازاي العلم والعلماء غيروا حياتنا؟ هقول لك هنا ماذا تعرف عن العلم والعلماء؟ what do you know about science and scientists؟ نقي سؤال سهل، بس السؤال ده اسهل، what is the importance of كذا. وعندي انا عارف اخر جمله هكتبها اللي هي اوعى تنساها اللي احنا قلناها، اللي هي thus ولذلك we should shed light، يجب ان نلقي الضوء على
العلم والعلماء. وبعد كده بقى هنا هنيجي هنكتب لنا حوالي 5 6 سطور. هنبدا بقى نرتب ازاي العلم والعلماء غيروا حياتنا. هقول هنا العلماء ساعدونا ان نكتشف اشياء جديده تساعدنا في حياتنا. يبقى هنا scientists help us to find new things to help us in our life. full stop. ايه تاني؟ العلم يساعد على تطوير الدول. science helps، العلم يساعد هنا على تطوير to develop، مش عارف تطوير، اكتب هنا لتحسين to improve حياة الناس people's life. ادي اجابة. تقعد تكتب لي بقى 6 سطور كده بهدوء. عشان تعمل ده بقى انا عايزك تمسك الامتحانين الباقيين، هتقعد ورقة وقلم وتحط قدامك كده ساعتين وتمسك الامتحان بنفس الطريقة. هتبدأ تستبعد. انا كنت عايز احل معاك الامتحان التاني كمان، لان الامتحانين هنا فيهم اسئله مهمه، بس بصراحه لا، انا عايزك انت تمسك امتحان كامل تتمرن عليه بايدك كده، والاجابات عندك، وكل كده ولا كده الحاجات اللي فيه احنا قلناها في الشرح. هتمسك، عايز منك كده اوعى تنسى قبل ما تخلص الامتحان بنص ساعه تسيب اللي في ايدك وتمسك البابل شيت وتبدا تعلم في البابل شيت. انت عندك هنا في بابل شيت، تعلم بهدوء. طيب في عندنا حاجه تانية. بص بقى كده، اخر حاجه خالص، ده ما فيهوش مذاكره زي ما انت شايف، انا بس بوريك طريقه الامتحان. اخر حاجه خالص بعد ما تذاكر اقعد امسك بقى الامتحان، امسك الامتحان وابدا اعمل ايه بقى؟ ابدا حل ورتب دنيتك وما تسيبش سؤال، ولو في سؤال مش عارفه ابعته. بصوا كده، احنا حاولنا على قد ما نقدر في ليالي الامتحان دي ان انا الم لك الدنيا واساعدك. طبعا يا جماعه طبعا احنا حلينا كتير جدا على مدار السنه مع طلابنا، لكن هنا انا بحاول اجيب لك على قد ما اقدر. لو حد واقع واتبع التعليمات دي ان شاء الله ربنا يكرمه وينجح. والطالب الشاطر اعتقد انت لميت الجرامر كاملا. واهم حاجه بقى واخر حاجه، يا رب كده جميعا ربنا يكتب لكم الخير في حياتكم، وربنا يكتب لك الحاجه اللي هو شايفها ليك خير بغض النظر عن النتيجه ايه، بغض النظر عن الامتحان. ودايما يا ابني حط في دماغك كده زي ما قلت لك قبل كده وقالها لك تاني، ربنا هنا قدر لك شيء هيكتبه لك، ما تعرفش ايه الحاجه دي، قد تكون احسن كتير جدا من اللي انت فاكره او اللي انت بتتمناه. ويا رب كده ان شاء الله اشوفكم في احسن كليات، واتمنى الناس طلابنا بقى اشوفكم السنه الجايه زيارات تيجوا تعدوا علينا، والناس اللي في المحافظات يعني اتمنى اكون ساعدتكم، وانا مبسوط جدا ويشرفني ان انتوا تابعتوني في ليالي الامتحان دي. وربنا يوفقكم كلكم يا جماعه. يلا ربنا يوفقكم واتمنى لكم النجاح. السلام عليكم.